في جميع المناسبات الرسمية تصدر قواتنا مجموعة من التعليمات توجه الأخوة المواطنين بالتعاون معها بما يخص عدم إطلاق الأعيرة النارية، وأيضا عدم إطلاق المفرقعات النارية، لأنها قد تؤدي إلى خسارة بعض الآخرين لحياتهم بسبب الطلقات الطائشة. وطبعا قوى الأمن الداخلي خلال الاحتفالات الرسمية تكون منتشرة بشكل مكثف أكثر، تزداد عدد الحواجز، تزداد أعداد الأعضاء المراقبين للأمن بشكل عام، ولذلك يتم الحد من هذه الظاهرة. طبعا قواتنا قوى الأمن الداخلي من خلال متابعتها وحمايتها لأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة لاحظنا أنه عدد من المواطنين خالفوا هذه التعليمات بإطلاق الأعيرة النارية، وتم إلقاء القبض على ما يقارب 40 شخص، وأغلبهم في الجرم المشهود، وتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. نتوجه لعموم أبناء الشعب بأن ظاهرة إطلاق النار والاحتفال بإطلاق النار العشوائي هي ظاهرة غير حضارية، وقد تؤدي أيضا إلى حالة وفيات، وقد حدثت فعلا هكذا ظواهر.